الاساطير اليابانيه كتعتبر واحده من اشهر الاساطير في العالم، حيث ملي كتسمع شي قصه كتخليك تدخل في الجو ديال الرعب والمتعه والتشويق. ففي هذا الفيديو غادي ندويو على واحده من اشهر الاساطير القديمه في اليابان، واللي هي اسطوره تيكي تيكي. فشنو القصه ديالها تيكي تيكي، وشكون هي من الاساس، وشنو القصص اللي كيعاودوا الناس والاحداث اللي كيوقعوا لهم معاها. هذا الفيديو غيكون عامر بالرعب والتشويق. ولكن قبل ما نبداو، الا كنتي اول مره كتشوف هذه القناه وكتسمع هذا الصوت، مرحبا بك في القناه ديالنا. غنبغيك تنضم للعائله ديالنا انك دير ديك سبسكرايب، حيت ما بقى لينا والو وغنوصلوا للهدف ديالنا اللي هو واحد ان شاء الله. وخلي معاك ديك لايك للفيديو ويلا نبداو. في وسط المدن اليابانيه كاينه اسطوره نوضت الرعب في كاع الناس اللي سمعوا عليها، بحيث كاينين الناس كيأكدوا انهم شافوا مرة كتزحف بنصفها الفوقاني بوحدو وكتقلب على الانتقام بسبب داكشي اللي وقع ليها. فشكون هي هاد تيكي تيكي؟ القصه كامله كتبدا مع واحد الدريه اللي سميتها كاشيما. كاشيما كانت واحد الدريه اللي عاديه، كل نهار كتمشي من الدار للمدرسه ومن المدرسه للدار والامور طيبه، حتى لواحد العشيه غتكون راجعه من المدرسه كالعاده، وهي غاده في الطريق غتحس بلي شي واحد تابعها، فغتحاول تهرب، ولسوء الحظ ديالها غادي تعكل وغطيح قدام واحد التران واللي غادي يقسمها على جوج. ومن هاد اللحظه غتبدا الظواهر الغريبه كتوقع، وبزاف الناس ولاو كيدويو على الظهور ديال البنت كتخلع بلا رجلين، كتحرك بواحد الشكل وبواحد السرعه اللي كتخلع في محطه القطارات، وكدير صوت تيكي تيكي. فالسميه ديالها جات بناء على الصوت اللي كدير، ومن مورا ما اي واحد كيسمع هاد الصوت كيعرف ان النهايه ديالو على ايديها، وغتصفيها ليه كيف ما ماتت هي. هذه هي قصة تيكي تيكي، ودابا غنسمعوا قصص الناس اللي كيدعيو على انهم شافوها. ولكن قبل، بالنسبه لدوك الناس اللي غيقولوا لي بلي ان القصص باينه فيهم واش كذوب، خاصني نفهمكم واحد الحاجه، اننا في هذه القناه كنعاود لكم القصص غير بهدف المتعه، ماشي كنقول لكم تيقوا ولا لا. اما حنا كاملين عارفين بلي هادشي بنسبه 100% كذوب. ودابا نبداو مع اول قصه. رينا بنت عندها 18 عام، كتقرا في السنه الثانيه باك. بحكم الامتحانات كانت كدير السويع اللي كيكونوا غالبا في الليل. نهار الجمعه السويع غيساليو مع 11 ديال الليل، فرينا غتخرج معطله من المدرسه وشدات الطريق اللي كتوصل للمحطه ديال التران اللي غتركب فيه باش تمشي نيشان لدارها. المحطه كانت خاويه، غير الريح والبرد والضو الخفيف اللي كيضوي على ديك المحطه. جلسات على واحد الكرسي وجبدات تليفونها باش تشوف الوقت. كانت باغا 15 دقيقه على اخر تران، وهي مركزه في التليفون ديالها بدات كتسمع واحد الصوت اللي غريب، ولكن ما غتسوقش، وقالت ممكن يكون شي حيوان ولا اي حاجه هي اللي دارت داك الصوت. ولكن شويه بشويه بدا الصوت كيقرب وكيزيد يوضح، واللي كان جاي من جهه السكه ديال التران. في الاول كيتحاب ليها واش التران اللي وصل قبل الوقت، ولكن ما كاين لا ضوء لا والو. حتى في لحظه غتهز عينيها وغتبان ليها من بعيد مرا كتجري على ايديها بواحد السرعه اللي كبيره، وشعرها طايح على وجهها وما عندهاش النص التحتاني من الجسم، وكدير الصوت تيكي تيكي. رينا غتجمد في بلاصتها من المنظر اللي شافته، وتيكي تيكي كتزيد تقرب حتى رينا غتدارك الموقف وغتجري للجهه الثانيه ديال المحطه وكتقلب على شي واحد يعاونها. ولكن المحطه كانت خاويه، ومن زهرها تران غيوصل، ورينا غتطلق كاع اللي في جهدها وغتطلع فيه في اخر لحظه. ومني غادي تلفت ما غتلقى حتى شي اثار لتيكي تيكي، وكنظن مورا هاد الحادثه محال واش تبقى تمشي لشي محطه ديال التران بالليل. القصه الثانيه كيعاودها واحد الراجل سميتو كينجي، عمرو 36 عام وخدام في شركه تنظيف. خدمته في الليل كتكون في محطه ديال التران، اولا كيف ما كيقولوا ليه هما الايكي. اغلبيه ديال الناس ما كيبغيوش يخدموا هذا النوع ديال الخدمه، حيت المحطات في الليل كتكون خاويه وكتعطيك واحد الاحساس اللي كيخلع. اما بالنسبه لكينجي كان الرعب عنده غير اشاعه، ولكن واحد الليله كان خاصو ينظف واحد المحطه اللي قديمه واللي كانت بعيده شويه على المدينه. ما كان حتى شي واحد ديك الساعه غير هو والمحطه، وبدا كينجي كيدير خدمته. حتى واحد شويه كيسمع واحد الصوت واللي على حسب الوصف ديالو كان كيسمع بحال شي حاجه كانت كتمشى واللي ما كانش واضح مزيان، وكأن شي واحد كيتحرك وكيقرب منه. غيوقف كينجي بلا حركه وكيدور في عينيه ما ربما يشوف شنو المصدر ديال هذا الصوت، ولكن ما كيلقى والو. غيكمل خدمته عادي، ولكن الصوت غيعاود يرجع. مي هاد المره كان مجهد واضح. غيهز كينجي واحد المصباح يدوي اولا كيف ما كنقولوا حنا البيل، وغيوجهو للمصدر اللي كان فيه داك الصوت، وداك الشيء اللي شاف غيجمد ليه الدم في العروق. غتبان ليه بنت بالنصف الفوقاني بوحدو كتمشي على ايديها بسرعه اللي كبيره، وشعرها طايح على وجهها. كينجي غيلوح كاع داكشي اللي في يدو وغيعطيها بجريه وحده للباب اللي غادي يخرج منه،
والصوت كان كيقرب ليه، ولكن في اخر لحظه غيخرج من تما سالم، ومن داك النهار غيستقل من الخدمه ديالو وما عمرو غيدور بها. كاع هاد القصص اللي عاودت لكم دابا كانوا تشهروا في الايام اللي خرجت فيهم هاد الاسطوره ديال تيكي تيكي، وكل واحد كيعطي الراي ديالو وكل واحد وشنو كيقول. فخليو لي الراي ديالكم نتوما لتحت في التعاليق. وكان هذا هو الفيديو ديالنا اليوم، وكان معكم الفا، نتلاقاو في الفيديو الجاي.